من كام يوم أعلنت شركة ميتا المالكة للفيسبوك والانستجرام والواتساب وغيرهم عن طرح مجموعة من النظارات اللي هتكون متوفرة في نهاية الشهر اللي احنا فيه حاليا، منها اللي بيخدم الجميع ومنها اللي مخصص عشان يخدم فئات معينة زي الرياضيين. المهم ان في المؤتمر الصحفي اللي كانوا بيعلنوا فيه عن النظارة حصل موقفين محرجين جدا على الهواء مباشرة، وللعلم دي مش أول مرة تحصل مواقف محرجة على الهواء. ازيكم جميعا وعاملين ايه؟ في المؤتمر الصحفي اللي كانت بتعمله شركة ميت عشان تعلن عن النضارة الجديدة، النضارة اللي مزودة بخصائص ليها علاقة بالذكاء الاصطناعي عشان تقدر تتواصل معها، زي ان هي تعمل لك ترجمة فورية للي انت بتقراه او تسألها عن المكان وتظهر في النضارة من غير ما تستخدم الموبايل في ايدك، وفي نفس الوقت في جهاز تحكم بتمسكه بيعمل عملية التنقل اللي هي مشابهة لعملية التنقل اللي بتعملها على الموبايل. ولكن المفاجأة ان في المؤتمر حصل موقفين محرجين. الموقف الاول لما كان مارك زوكربيرج نفسه وهو بيقدم النظارة طلب من واحد ان هو يستخدم المساعد ال AI عشان يبدأ خطوة في اعداد وصفة. ال AI بالنسبة له خلى الامور تختلط، يعني لما كان بيسأله على سؤال معين هو كان بيجاوب على اجابة تانية اللي هي الاجابة اللي بعدها، وطبعا الناس شاهدت الكلام ده على الهوا والقاعة اتملت بالضحك والاستهجان. والموضوع ما وقفش على هنا بس، ده جه مارك زوكربيرج يحاول يعمل مكالمة فيديو عن طريق النضارة، ولكن النضارة لم تستجيب ولم تظهر شاشة المستخدم اللي فيها خيار الرد بشكل صحيح. طبعا ميتا طلعت على طول عشان تبرر هذه الأخطاء، وطبعا كان المبرر ان القاعة كانت مليانة، وقالوا ان المساعد ال AI معرفش ان هو يجاوب بالظبط او يفهم السؤال بسبب ان هو كان متصل بجميع اجهزة المستخدمين اللي هم الضيوف اللي كانوا موجودين في القاعة في نفس الوقت، وده اللي عمل نوع من انواع الضغط على السيرفر نفسه وسبب له الارباك اللي اتوصف بان هو اوفرلود، كانه هجوم مباشر على السيرفر عشان يوقعه. اما بالنسبه للمكالمه فتبرر ده على ان الشاشه كانت في وضع السكون اللي هو السليب مود، وبالتالي ما ظهرتش الاشعارات بالشكل اللي هم كانوا مفترضين ان هي تظهر عليه، ومنها فشل الاستدعاء بتاع المكالمه اللي هو كان المفروض ان هم يعملوه. وطبعا طلعت شركه ميتا قالت ان الخطا تم اصلاحه، وان طبيعي الاعطال اللي تحصل زي دي بسبب ظروف العرض الحي، زي كثرة الأجهزة المتصلة بنفس الواي فاي في نفس الوقت، والخادم أو السيرفر اللي موجود اللي هو ما كانش مستعد لاستقبال كل الحجم ده من الضغط، وكان معمول بس للعرض بتاع الشخص لوحده. ورغم كل المشاكل دي هم برروها وقالوا إن ده مش دلالة على فشل المنتج، ولكن ده عظمة فنية بتظهر أثناء العروض الحية. الفكرة بقى إن موضوع الأخطاء اللي بتظهر في العروض الحية دي ما كانتش أول مرة تحصل مع فيسبوك بس، ولكن حصلت قبل كده كتير. فمثلا على سبيل المثال سنة 98 أثناء تقديم بيل جيتس للعرض المباشر لويندوز 98 كانوا المفروض إن هم بيوروا ميزة جديدة عن طريق توصيل المساحة الضوئية اللي هي السكانر على الجهاز، واللي اتفاجئوا ساعتها إن الويندوز ما استحملش التوصيل وطلع الشاشة الزرقاء اللي هي معروفة بشاشة الموت. طبعا القاعة كلها انفجرت بالضحك والتصفيق، ولكن بيل جيتس حاول بروح المرحة إن هو يقول إن إحنا لهذا السبب لسه ما أصدرناش ويندوز 98. طبعا الحادثة أصبحت أسطورية وبتستخدم حتى اليوم كمثال على إحراج العروض المباشرة. وما كانش مارك زوكربيرج بس أو بيل جيتس هما اللي مشهورين بالحوادث اللي زي دي، ولكن ناس رجال أعمال زيهم مشاهير زي مثلا ستيف جوبز لما كان بيعرض الآيفون 4 وحاول استعراض سرعة الإنترنت عليها عن طريق المتصفح اللي اسمه سفاري. الصفحات ما اتفتحتش والتحميل وقف تماما، واكتشفوا بعدها برروها ان القاعة كانت مليانة بالصحفيين وكلهم متصلين على نفس شبكة الواي فاي، وده طبعا اللي منع الاتصال على الانترنت اللي هو يتم بشكل مباشر. واللي رد عليها برضو ستيف جوبز بروح الدعابة وطلب من الناس ان هم يقطعوا الاتصال بالواي فاي عشان هو يقدر يتصل بالواي فاي ويوريهم سرعة الانترنت على المتصفح زي ما هو عايز. وكذلك واحد تاني من اشهر الناس في العالم هو ايلون ماسك في الاعلان بتاع عربية تسلا اللي هي مزودة بخاصية الزجاج المقاوم للكسر، وطلب من زميله ان هو يرمي كرة معدنية على النافذة، والمفاجأة ان الكرة كسرت الازاز عادي جدا، ولما حاول يضربها تاني بقوة اقل برضه انكسر الازاز للمرة التانية. وكذلك ايلون ماسك حاول بروح الدعابة ان هو يضحك على الموضوع وقال على الاقل ان الكرة كسرت الازاز ولكنه لم تخترقه واصابت اللي جواه. وامثله من دي كتير جدا، زي سامسونج لما كانت بتطرح موبايل جالاكسي اس 4 اللي حصل عطل فيه وما قدروش يستعرضوا كل الخصائص اللي موجوده في الموبايل، فاضطر المقدم ان هو يعدي بعض الحاجات ويتجاوزها عشان التطبيقات بتاعتها مش شغاله.
وكذلك في سوني لما جت تطرح بلاي ستيشن 4 برضو الالعاب ما اشتغلتش بشكل سليم، واضطروا ان هم يستعرضوا فيديوهات بدل ما يستعرضوا اللعبة نفسها. وعلى الجانب الاكبر اللي هو اشد خطورة، زي الحاجات اللي عبارة عن اختراعات مادية، يعني مش اختراعات بس في السوفت وير ولكن اختراع مادي، زي الروبوت اللي عملته هوندا، والروبوت وهو بيحاول يطلع السلم ما قدرش ووقع. وكذلك مثلا في عربية فولفو لما كانوا بيجربوا ميزة الفرملة التلقائية اللي العربية ما قدرش تعملها وما توقفتش بشكل صحيح، وصدمت شاحنة لو كانت تجاوزتها كانت ممكن كمان توصل للصحفيين وتصدمهم. والعديد من القصص التانية اللي مشابهة للأحداث دي اللي حصل فيها الموقف المحرج على الهواء مباشرة من غير من هم يقدروا يعملوا مونتاج ليه أو يشيلوا الجزء اللي هم مش عايزينه. نرجع هنا ونقول إن الحاجات دي بتكشف لينا جانب آخر من العالم، إن العالم مش زي ما هم بيحاولوا يصوروه لينا، بيحاولوا يصوروا لينا موضوع الاجتهاد وموضوع التخطيط وموضوع الاستعدادات، وإن هم عدوا مراحل كبيرة عشان يقدروا يوصلوا للمستوى ده. ولكن العروض دي بتكشف في الحقيقة ان برضو عندهم بعض المشاكل، وان في جزء من اجزاء التخطيط ما كانش معمول حسابه، وده اللي بدوره ظهر في العرض المباشر قدام الناس. وفي نفس الوقت بتكشف لنا حاجة تانية جدا، هي موضوع التبريرات. يعني احنا لما نيجي نقعد نتكلم مع الناس ونقول لهم ان مفيش اي حجة او اي مبرر ينفع ان انت تقوله لتبرير اي فشل حصل، ولكن في الواقع بتلاقي الشركات الكبيرة دي كلها قدمت تبريرات، سواء بقى قدمتها بشكل مرح او قدمتها بشكل علمي، ولكن في الواقع هي تبريرات ما كانش المفروض ان هي تتعمل. فمعظم التبريرات دي ممكن تكون صحيحة تقنيا، ولكن لو دققت هتلاقيها في الاساس ممكن ترجع لضعف التحضير المسبق لسيناريو العرض. الشركات الكبيرة بتركز على ابهار الجمهور، لكن ساعات بينسوا ابسط قاعدة، وان اللايف دايما بيكشفك. فعرض حي ما ينفعش تعتمد على نسخة تجريبية او بيئة معقدة من غير ما يكون عندك مثلا بلان بي. والاعطال دي طبيعي انها تحصل، لان كان في قله تفكير في الظروف البيئيه الحقيقيه، زي موضوع الواي فاي المزدحم او قاعه مليانه اجهزه او الناس كلها متصله بالواي فاي وهم ما عندهمش استعداد ان هم يستقبلوا الضغط ده كله. كذلك ممكن يكون التسرع في عرض بعض المنتجات قبل ما يجربوها بشكل كافي. والاهم من ده كله هو موضوع الغرور التقني. احيانا بيبقى عندهم ثقه زايده ان المنتج هيشتغل من غير ما يحطوا خطه بديله، زي ما هم جربوه على نطاق ضيق هيجربوه قدام الناس ويوروهم الامكانيات اللي هم شافوها في الغرف المغلقة وهم بيستعرضوا اخر حاجة وصلوا لها. ولذلك نقدر نقول ان العروض الحية دي هي اللي بتفضح وبتكسر صورة الكمال اللي بيحاولوا يبيعوها لنا. في نفس الوقت المواقف دي جعلت التكنولوجيا اقرب للناس، وبينت ان في حتى شركات عملاقة ممكن تقع في نفس الاخطاء اللي اي مبرمج او هاوي بيقع فيها عادي جدا. ولذلك اللي اقدر اقوله ان احنا بنحمل نفسنا بناء على بعض البرمجة السابقة ان احنا لازم نكون عندنا امكانيات عالية قوي علشان نقدر ننافس الشركات الكبرى دي. ولكن انت في الواقع لو بصيت على الامور بشكل عام وشفت الحاجات اللي هم بيحاولوا يخفوها زي الاحداث اللي احنا ذكرناها في الحلقة دي، هتلاقي انه طبيعي جدا ان انت تتعلم وتخطأ وما يكونش عندك كسوف من موضوع الغلط، لان الغلط هو اللي بيوجهك ان انت تصلح المشاكل اللي عندك. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ولو عجبتك ما تنساش تعمل شير عشان الناس كلها تستفيد من المعلومات دي، وفي نفس الوقت تعملوا سبسكرايب، تابعونا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقوا اول ناس يتابعوا الحلقه الجايه. شكرا.